أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. العنوان بس إن شاء الله السنة والبدعة. مقدمة ديني كرا تمثالتي مشطاح تمزواروث أدنيني الإسلام اتباع لا ابتداع. تمزواروث دي المقدمة الإسلام يوجب أثنذفع ماشي أدنسنلفو ذكس أسنلفو الابتداع ذي الإسلام أريجو زارا. أنا سيدو سلم النقطة يثمزوالو ثساد سيثي السناث إمي الإسلام ينكمال لو كان يخص ينقص أم كل يونس يرنو أيني ولا يخص أسيرنو مثلا يونو ما صوتي فينا يون الفني أدي سواضا كينينا الفني لها ولكن يخص أسيرنو شويط. ولكن ذقيني عن الإسلام ينكمال. الآية تمرة في أوائل سورة المائدة ربي ند اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن نفهم بلي الدين ينكمال وريح وجري ونذهنا باش سيرنو نغاسي زقد. في ثلاثة هذه المقدمة أريد جزارة يوم مذان باش ذي قرب سيدي ربي سوى سوين ديننا. لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرع. أريد جزارة ومثان أدي سنلفو يوثن تغاوسة يوثن العبادة باش كينين كذ قرب غير ربي أكثر. نقطة صرفها دائما ذي المقدمة أتصل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذرنا من الابتداع، يعني تحذرنت باش نسنلفو ذي الدين. حاجة من الحديث 5 ذي المقدمة نند العلماء البدع سعنت الفنة أكثر، يعني يول ما يسنلفو حاجة تجديد ذي العبادة يفاس الفنة سيبوس الشيطان يتصدق سطاس أكثر أسير وسيزيان أتي شباح أتي ملاح أتي قرزبية أذي أتي حمل أكثر. أنت ذي البدعة والسعر الأصل ذي الدين والسعر غزار ذي الدين، ولكن يفاس الفنة يفات الزيد الثلها والشيطان ذاك يخدم. نقطة 6 ثنقرتي المقدمة أدنيني أعطسنا البدع قلان. أما ذي العقائد قوين يعني العقيدة، أما ذي يعني مثلا اليمين المقيلات أشحال قمثان جمع ذي قال رأس ربي سبحانه هذي قال سقرون بفاس سقرون أمي سورتو ما يسعيون سقرون أمي ألور الله ما يقول سقرون أمي سأتى من ذا أكثر وثيك ولا تقال رأس ربي سبحانه هنا قال لي يدس كذا نص كذا. اليمين ليس البدع الطاس البدع ذي المقابر مثل ما رزور المقابر ما رفنوا المقابر أتفضل ذي السنن في صلى الله عليه وسلم وريجو زارة أكل خدمني يمذان ذي خمس زكاة هذه طفى 4 إيموكان لاسباس 4 الميثين 5 غاشثار وسيخدم القرياج وسيخدم الماربر وفي شباح وسيخدم بورطال. بدع لا أصل لها ولا حصر لها. ذكوين يعني ذا العبادات كيف التفضيل راح يسخم 4 حوج يتسافس الفنا غير البدع. الطواف ما إلا الشرعي ناك 7 ساكن 14 ربي فكاد الصحان كالشحة يتسوثر يحسب الشحة. هذا السنة إذا قد يخدم 7 الشواط نسا يخدم 14 هذا يخدم 8 عند استنى السنة لا قد تخدم الله ولا تخدم لا عند إلا قد يخدم يعني مخالفة السنة والابتداع أمر ظاهر وأمر كثير. أولا يوث نقطة مزواروث تعريف السنة والبدع لا ديفينيسيون تمزواروث. ألف تعريف السنة. كلمة السنة في اللغة العربية المعني الطريقة المعتادة المتبعة ذا فريد
أرخدم بنادم سنة يعني طريقة معتادة يولف بفريد يوثن الطبيعة أسيتاقي سنته، هذه سنته، هذه طريقته المعتادة وكذي اللغة العربية. لذلك ممكن السنة تيثلها ممكن تيثيريت مثلا يتداث أتفضيو النغسين غاشران غاشو أد السفغن يوثن السنة أذ المجرن يون بفريد يقرز السنين ما شاء الله الفلاني النجماعا بوينا غد يوثن تالست نغيوثن السنة نغيوم بفريد نجرن ديوم بفريد يقرز ما إلا جاء فريد يدبين ينفع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث إنك وين تيدي النان وين تيدي خدم يسعى لاجر وقال تيدفعن سعى لاجر ونتساي سعى موريس دي لاجر بوقال تيدفعن سنة حسنة. إزمات سنة سيئة يونادي سنو الفو يون بفريد ذي ريث. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من سن في الإسلام سنة حسنة أو دين جران يوثن السنة يون بفريد ذي الإسلام ونخل على الإسلام وقي شرط معتبر ونخل على الإسلام إنيش فعمل بها تطبق الفيرس كتب له يعني سيكتب ربي لا جر بقذاك وثيفان. وفي المقابل ومن سن في الإسلام سنة سيئة وين دين جران يوثن السنة ذيريت الإسلام من بعد طبقا وقال لنا الفيرس فعمل بها من بعده من بعد سيدي ربي سيكتب كل السيئات بقاذي تتبعن الوزر. لكن يسأل الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم. نكون المراد ذي السنة ذاك اصطلاحا ذي السنة ننفي صلى الله عليه وسلم أما ذكوين يعني العقائد العقيدة أما ذكوين يعني العبادة أما ذكوين يعني المعاملات أما ذكوين يعني الأخلاق والسلوك. سجد نقصد المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. مثلا ذي الوضوء لانت الفرائض لانت السنن. مثلا الفريضة مثلا السرغ ذميش يقاذو ميش تجد الفرض أتمسخ ذاك شاريك ناقروك وقيد الفرض باش تسرغ فاسنيك لما تخليف ثقيل من المرفقين وقيد الفرض إلى آخره. لانت السنن مثلا المضمضة أما يثرض قيميش 3 ثيكال تجد السنة. الاستنشاق والاستنثار تجد أنزرنيش تجد السنة إلى آخره. ثلا الفرض إلى السنة. رمضان ذا الفرض إسحور ذا الفرض السنة البدعة. ذا قدوي أقوال العلماء لقول يعني امتيازا لمسنون مقارنا إلا ذي شرع النغ يدي شرحا يدي فكان لا ديفينيسيون تعريف البدع. أدفذوغ مثلا الإمام الشاطبي وقي صاحب الموافقات ذيون العالم مقارنة شو دينا إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة. صافي في كد قيد طريقة في الدين مع انت او ان سنلفون حاجة فران الدين ثقذيني لها اسنلفد بلا شحا بلا ثلثة صن ليميت ازيك ولا ميكرو قلت ولا الا زيك ياخذ من الخطبات بلا ميكرو ولاش الكاميرا ينقل من الصوت والصورة عند النظام ثلاث لا في كذاك امور مبتدعة بدع ولكنها مستحسنة مادام ذي الدين ماشي ذي الدين مادام ذي الدنيا. لذلك العلماء قارن الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا. أين يعني الدين إلى الاتباع أكن ديننا النبي صلى الله عليه وسلم لا نخدم ولكن ذي الأمور الدونيث بلا ثلثة السفغة سنو الفود آين ثفغير بالعكس الصعيد لاجر ذا مقران ما إلا سنو الفويض ذكوين يعني الدنيا سورتو أين راه ينفعن إمذانا أين راه ينفعن ثخلقيث. سي بوسا الإمام الشاطبي ناد طريقة في الدين مخترعة وين دي سنو الفو الحاجة ذي الدين. مثلا أشينا يتمثل 5 زلاق اللي عند يغاك ذواس أشين كسواليغ قليل لو كاد نريث نزاليث جوال 10 الصباح تقرز خاطر سورتو سنو نفذوم قريث سير الفجر لما ذا الوحدة بزاف
أدن سنولفو يوثن تظلي 3 ركعات في 10 الصباح أغفك إندوز تقرز باش نعبد ربي أكثر باش نقرب ربي أكثر إنستجي بدعة منكرة لا تجوز نغاد يسوى ذاكي نو كيني ودر النوارة تظلي تجديد الخدمة كان القلب شويتي زولا أمشي على يخدم أشي العشاء ساعة 4 ركعات الشفاع السنة الروثر يوث صافي 7 ركعات جو بريفير نترسم مزورة الصباح ميدنكر الصباح أنزل 7 ركعات ميذيض أنا عيوم أسكامل ذي الخدمة أنزل كان 3 ركعات نقل فيثنت ذا قلاب يعني لا كونتيتي هي ولكن خدم لي باريورتي زواريثنت ذايا تقديم والتأخير ذا ثقي لا تجوز أخطر في الدين النغ أكاث لا الظليث النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا كما رأيتم أصلي والآية قبل ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كنت ظليث ذي الوقتيس. طيب أدوغال غريم قانص ابن رجب الحنبلي وكذا غام ذي زوايا ضينات البدع ما أحدث مما لا أصل له وينادي سنولفون يوث تغاوسا يوث الحاجة ذي الدين ونسعار آزار خطر قرن القبائل آذار ذي ذا آزار آذار ذي ذا آزار إذا قال لي وزار هذه الأصل ألور غيميك ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ما أنت مذيوث تمثال تيقس عن أصل في الدين فهذه ليست بدعة مذمومة أو منكرة. هذو على رواية القرنس ابن حجر العسقلاني وكذا سيتان بول ذا القرآن يناد البدع ما أحدث على غير مثال سابق ما أحدث على غير مثال سابق ويطلق في الشرع يعني البدع في مقابل السنة فتكون مذمومة يعني ذاكي ما إلا يوندي سنو الفيوث نتمسات ونسعر المثال سابق مثلا ما إلا صلاة النافلة تسعى الأصل الظل في مالك ما عدا في الأوقات ندور جزارة مثلا بعد العصر مثل المغرب وقت شروق الشمس ميزوض الوتر كيف شوف ما تصد ذكر وهكذا انت اوقات يعني وتلقى هذيك النافله ولكن مطلق النافله جائزه اذكرت في 10 نصبح الظل في النافله براحتك الظل في 10 ل 11 ل 12 الظل 20 ركعه خاطر هذه النافله لها اصل في الدين ولكن بشرط وتقرر مثلا باللي يثلاق موش تغال الفرض موش تغال السنة مولاش ما كنت في غير درمو الحاجة تجديد النافلة أسا ظليت أسا لا أسا ذا غيزمري ويكيني كل 3 كذوزوم غاكلمة يردوني سفو خاطر ولاش الأصل ولكن ثين الخميس هذا الحديث أو نتوزوم ثين الخميس أما رزقيس سنو السنة ربي يرفض الخدمة نار ورس إلها ربي ما يرفض الخدمة نار النوزان أولي ساعة القراد أكثر إن كاين هذو زوم راس كواس كامل 365 sur 365 كاين خاطي يناس النبي عليه الصلاة والسلام يناد خير الصيام من أفضل الصيام صيام داود سيدنا صيام سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما يعني سيدنا داود يولواس يوزاميث يولواس يتشاث وقيس لو توب القمة وهكذا المهم باش غير السفر أنا كسي المحنايا يكون البدع تسامسني ذي الدين ثلاث لغة البدعة مثل السنة ثلاث البدعة الحسنة البدعة السيئة هذين غاشودين العلماء مثلا ابن الأثير ذا برمي لي بولي مقارن في الدين يناد البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلالة والعلماء عند التحقيق مند قد تكون عادية وقد تكون تعبدية قد تكون حسنة وقد تكون سيئة قد تكون فعلية قد تكون تركية مثلا لطفل يمكن السنة الفعلية ديروا حاجة تجديد مثلا ذي الآذان غاسم كنت نسارم إلى مدة ساعة الآذان جاء بطريقة توقيفية هذه في الست كبيرة ينتهي بلا إله إلا الله ولكن وياض من مين فوق الآذان ذيرنو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بالجهر يجهر بها في الميكرو فهي بدعة إضافية
بدعة إضافية يعني يزقذ بدعة تركية تفضيلية ولكن كاين جامر الصحراء أقول رمضان ورحمل غير سحور ما سحر غير هذيك وتسحير غير يا خويا كرد قبل الفجر ولو كان ساعة 10 دقائق خدم كان السنة ولو كان ثقيت بامان وشي نرايو نتشربان غتشي فلفل غتسكسونا خدم كان السنة والسلام إذا غمنا مرة في الزمان صاريف أتصدق رضا مع الفجر الله غالب ولكن ما إلا مع سبق الإصرار والترصد سيل ديبيو رمضان المغلفة أتذمض باش تجر يوثلان السنة كما جاء في الحديث سنقرأه بعد حين. ثانيا نقطة سنة الأحاديث الدالة على التمسك بالسنة لانت أعطاسنا الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يغدي يمر باش نتمسك بالسنة. مثلا الحديث الذي رواه الإمام الحاكم عن ابن عباس تركت فيكم ما إن تمسكتم يعني في رواية أخرى اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا في رواية فلن تضلوا بعدي أبدا ذا شو ثنت كتاب الله وسنتي في رواية أخرى وسنة نبيه. ذا شو المعنى الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جيرت ديوان سين لومور سين يمرارا السلاح ما تفهم ذيك السن أتقيم دائما ذي القفريد الهدى القفريد المستقيم جا تفغ ما فريد ما تظلوش ما تخرجوش طريق أبدا يعني لفظة المثل موثم ذا شوت كتاب الله ذا ولا ربي القرآن الكريم أكد السنة النبي صلى الله عليه وسلم السني مرارا ذي مرارا السلاح. هذا غير حديث وايض حديث معاذ بن جبل حديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم يشجع معاذ بن جبل يشجع في اليمن قاضيا قبل يشجع يخدم امتحان استقساث ان تست يناس يا معاذ ما الا ثسايح يوث تمسالت يوث المشكله بما تقضي بين الناس امشى تقضوا يا راسا امشى تحكموا يا راسا يناس بكتاب الله استكتابت من ربي اي دين ربي راه تبقى يناس فان لم تجد مرث في ضرع يناس بسنة رسول الله صافي تسد دون دوزيام ليو الدرجة الثانية المصدر الثاني بعد الكتاب بعد القرآن السنة يناس فإن لم تجد ذين الناس أجتهد رأيي ولا ألو معنى أجتهد في دائرة الكتاب والسنة إلى الكادر أتلازون الكتاب والسنة الناس أجتهد رأيي ولا ألو أسخذ مغلغينو العقل واجتهد ولا أدخر جهدا أدخذ مغفز مرثيو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوثيثك سيد مارنيس الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله معني كونفيرمياس يوكذاس باللي أين دنيض ذا الصواب أين دنيض تيذت دين لها. حديث واير إن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصيام في أمر رمضان أشو دينا إن شهر فقول رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه إنك رمضان ذا قول ربي يكتب في اللون يفرضي ثيد في اللون باش تصومم ولكن سيكمل إنك وسننت في سنة وسننت لكم قيامه النبي عليه الصلاة والسلام إن يكفي رمضان من السنة باش نخدم قيام الليل أنقوم الليل مع انتهى أنزل صلاة التراويح. الحديث صحيح رواه الإمامان أحمد وابن ماجه هادو غالغا بعد سيدنا عمر يند حاجة يقولين يعني التراويح هتنسلم بعد الحديث وايض إن النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين في رواية أخرى المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يوصى يغدن في صلى الله عليه وسلم يند أطفث ذي السنة يو أكذ السنة من الخلفاء الراشدين ديوسان فيرس أرضى عني قرانا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا عضوا عليها بالنواجذ يعني استغمس نون سوهلان نون أهلان نون ذرخ طفم
ذي السنة في صلى الله عليه وسلم أكد السنة أن الخلفاء الراشدين يكمل الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث صحيح رواه الأئمة ابن ماجه والترمذي وأبو داود. ثلاث نغال نقطة في ثلاثة. ثالثا الأحاديث الدالة على التحذير من البدع، الأحاديث المحذرة من البدع. ذا شو ثنت الأحاديث يغدف كان لفروج فين يعني البدع ما كان غير البداية إمذانا تسفنس الفنة البدع ما لا يخدم البدع يتفاس الفنة يتفاس الفنة. هذا فكان بعد النهاية نماذج البدع مادام يتفاس الفنة والشيطان ما كان غير تكميلاس يعني يتشبيحي ثنت البدع يتزيني ثنت باش امذان اثنت يحمل اكثر وهذه الطفل سنت اكثر. لات الاحاديث كثيره منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم دنيا كثيره في النهايه واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. في حديث اخر وكل ضلاله في النار. إن إياكم يعني حذرث اتونسيون ادسنو الفم ذي الدين في مسال في غوسيون في جديدين فإن كل بدعة ضلالة يعني يكل بدع يكسنو الفم أجلي ذي الدين النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ضلالة المعنى يستشوفها بفريد تشوفها بفريد. الحديث رواه الإمام كدنير أبو داود وابن ماجه والترمذي. حديث السيدة عائشة الذي أخرجه الإمام البخاري شو دينا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث صحيح رواه الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. شو المعنى أوين دي سنولفون أديوين حاجة تجديد ذي الدين من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه. الرأس ليني تحت كلمة ما ليس منه يعني إنه نسعى نظر ورس ما يسعى نظر ورس لا حرج أما كدنا آذار ذي ذا عزار ما ليس منه يعني ولاش يسح حتى ضرر الدين فهو رد معناه مردود. أما كدنا وين دي سنلفون حاجة تجديد أكين روح داوير الحجة ماشي دي موسم الحج تداوي السناكي هذه روح ديال البدعة ديال العمرة بعد ديال البدعة هذه روح يخدم كل أركان الحج هذه يخدم الطواف وهذه يوقف في عرفة وهذه يروح رمينان وهذه يخدم كل شيء وهذه رجم الأنواع المختلفة من الرجم هذه يخدم كل شيء تجي بدعة خطر لا أصل لها لأن الحج أنا كان دين النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم من البداية للنهاية. أما ذي الزمن ذي الميقات والمواقيت المختلفة يعني مواقيت الدخول إلى الحج وكذلك أنواع الحج المختلفة الإفراد القران التمتع إلى آخره لا يتمسني يون الفقه الشرع السنة تفقنيثيد اون ديتاي ولا قرام ذن أدي سنلفو حاجة تجديد. طيب الحديث نفسه ولكن في رواية الإمام مسلم ذا شو دينا من عمل عملا صفي حديث البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ولكن حديث الإمام مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه معناه غير مقبول يتوقفل أرى. رابعا النقطة الأخيرة خلاصات أتصن تمسا دينية مثلا الخلاصات مزورة مهمة واجبنا نحو السنة. لا شو الواجب لنا أتجوفغ فستق سياقي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن جرير أشو دينا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. المعنى علم النبوة ميراث النبوة لرطاجك النبي صلى الله عليه وسلم ورث ورثا ورث رفذا ورث السوضا عدوله وقال ما يفكر بلا عقل ذي المعقل
وقاذي إلا جوست عادلين وقاذي يسعان ثسمين يسعان ثمسني ذوي قاذاقي ومي يسمن فيه صلى الله عليه وسلم عدوله ذوي قاذاقي ذلي زيريتيد الموارثة ميراث النبوة. يكمل ينفون عنه تحريف الغالين إذا يقارن الغلو في الدين الغلو في السنة مع تفضيل يتشدد يتنطع سينا قارنس القبائل طفيت سي الشدة نغي طفيت سي الزمش يتشدد الغلو ذيريث لأن الأحاديثيات مثلا يمد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده إياكم والغلو في الدين حذرث أتشدد في الدين. هذا خلي بغيو بارونتيز ماشي من ولا يون يطف ذي الدينيس نورمال أسغرات الأثاث نتهم أسنقراوة الفلاني متشدد يبغى لما لو كان ذكر ذي الفجاري زادين وقت توجور هو الشيني هو الشيني اكستريميست سي طرو ربي غفور رحيم الشيني يطفض كان شديد العقاب يا ولدي واقي يطفض الدين وري يشد دارا الور يعني التمسك بالدين والاعتصام بالسنة لا يعني التشدد ولكن في الصلاة والسلام يقصد المتشددين الذين يغالون سعى الغلو لهم يقارن التنطع أتتفسي الزمي كسيرن لا دوز سوى قرامة الميزان دهف يوزن ألور لا وقي نوع من أنواع التنطع في الدين. حديث آخر رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود هلك المتنطعون متشددون. الحديث قيل علماء الحديث كان سين شرح سنة المعنى مزوارو المعنى إخبار والمعنى الثاني دعاء. المعنى إخبار غيد النبي صلى الله عليه وسلم باللي المتنطعين مآلهم المصير نسن ثمديث نسن تخسرت الهلاك وما يخبر غيد الخضاريس تيذت صح لأنه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. هذا معنى الإخبار. المعنى الثاني هو معنى الدعاء. ماذا تكذعان ذا ثروي يشثر إما إليه يذعى المتنطعين والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. إذن مشكلة. لذلك يأتي هؤلاء العدول كما ورد في الحديث ينفون عنه أي عن ميراث النبوة تحريف الغالين وانتحال المبطلين. انتحال المبطلين يعني وقاعد يخدم ذا التفسير ذاغي إلا باطل. على كل حال حديث قد يسوس إن شاء الله هيدا نشرح بالتفصيل ولكن ساقين هذه الدينتين باختصار ذي نقطة قالوا الخلاصات. وتأويل الجاهلين وقاعد في أولا التأويل غير الصحيح. لذلك لا يجوز تأويل السنة إلا بعلم. معناتها أوري جزارة إيومذان أدم سليه ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما يسعى الباجاج سوى ما يسعى ثمسنين ما إلا ثمسني وين ثياض لي سبيسياليتي ثياض سعنت الحرمة سعنت الشان سعن القيمة سعنت القيمة أتفضيون هذه يقوى ذي السطحين هذه الشم ذي شغل إثي يخضان أماكن كنت دينا غيون واس يودي نغولي سعى الكوراج هذيك شما الكابينين طبيب سيني طبيب فكيد كان لاباريني أطفن كاتونسيون لا ما يسنى مي ذي العيف إلا قبل ما ذي السطحين لقد يحذق ولا ما يسعى شو أنت مسني خاطي هذه السطحي وذي يقوى خطرت للهيبة للعلم هيبة تحرس الناس كما قال الإمام علي قال كالعلم أفضل من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. إنك تمسي لو سافوار العلم خير من المال خير من الشين دونيث هاي غار إنك شيني أتعصد الشين دونيث أي تسعيد تعصد ما تسعيد ذهب أتفرض وتعصد ما تسعيد طوموبيل أتفرض قراج واسخن ضع أساس خاطر ثقار فلاس ذي الشي ذا عساس الشيخ ولكن العلم هو الذي يحرسك إذن تسان راكي بروتيجين راكي عسن وكي السبعد من الوقوع في الزلل من الوقوع في الخطأ والانحراف. لذلك الحديث حديث عظيم
جدا دوغال ابن المبارك لأنه الدرس مزوران السنة ابن المبارك لشو دينا إنك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد السند إنك لو كان ولا اسم ذاكي اسم ذاكي في الدين الأحاديث مثلا اسم الحديث عن فلان عن فلان عن فلان سلسلة ذهب من بعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان ولاش العلم علم الإسناد هذه المشكلة هذ يغالم كليون أديني أين يبغى أمش يبغى فين يبغى أكين يناد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سودي النار أدي سيدف في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو يقارن علم الإسناد أكدنا ابن المبارك ننس داغين سيون وسنسيا ابن المبارك هذا سرويث بروي ننس لقد كثر وضعه في الحديث أعطاس جمذانا يويند الأحاديث نسن يمسلين نسن نسفنتن غير النبي صلى الله عليه وسلم سيتادير وقاذا لا شو سنينا إن يستعيش لها الجهابذة أسدف كربي إمسناون إمذيازن إعرضيا أذنثني إكسعني غرفالا سرصفين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله صدقت فراسة ابن المبارك في كل زمان وفي كل مكان. ربي اختارت خدام السنة ورثة ميراث النبوة يقداشن من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة الثلاث الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص والأصل في العادة الإباحة إلا بنص. فشو المعنى؟ في قواعد ذهبية العبادات أكن ملانت الأصل فيها الحرمة. أريد زارة أنا عبد ربي ذي الحرام أنا عبد ربي سوى سوين دينا نتسنغن فيس ولا أريد زارة نسنلفو يوث العبادة تجديط أن بعد نعبد ربيس بعد تفتح الأمثلة في النهاية الأمثلة الواقعية. مثل الشق الثاني للقاعدة الأصل في العادة الإباحة والأصل في الأشياء والأقوال والأفعال الإباحة إلا بنص. ما تقول يعني لا ويذ نوان يعني المعاملات نوان الأشياء نوان الأقوال نوان التكنولوجيا نوان أكني عين ربي الأصل فيها الإباحة إلا بنص. مع انتهى سوى ما يلسد هناك نص مجرم ذي المعاملات التجارة خذ ما كنت تبغي سون ليميت لماذا فضيوث سون سانتيردي مثلا أدفض الآيات الناد الربا حرام وأحل الله البيع وحرم الربا خلاص. وسقرانك تجارة الحلال دير كيما تحب لا وسقرانك تسيروها هريم باسكو سي نورمال باش نخدم لي انفستيسمون باش نخدم تجاره باش نكسوغورني الغاشي وكذا والسيريا لا ذريم الذريم ودي تسروال ذريم وقيد الحرام ذي الربا ما إلا التجارة معليش الشركة معليش نظام المرابحة معليش نظام في كذا جائزة ليس فيها حرج. الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص والأصل في العادات الإباحة إلا بنص. ثلاث نغال في ثلاثة الوسائل لا حكم لها أما الأحكام متعلقة بمقاصدها. ذا شو المعنى لو كاشيني يجوز ميكرو يجين وري جوزارة ولا شي ثوق النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يلاف أطابيا كي ديال ظلام لي فونتيلاتور لا ولا شي ثن والله ما لا ذي جيثنا كو كالاكي لا كاميرا كيزاتون كيف الى اخره. طيب صافي زمادي مادام كي جيدين صافي لا يجوز لا في كالاكي دي موان في كالاكي وسائل الوسائل جوزنت في الاسلام القاعده جوزنت ولكن يا نتعاونن ثرى ميكرو هذه الصوت غرفاره او نيفات نادي السل الاز لو كانت نكس وقال يقرب نادي السل وياض السل النار صافي الوسيله تتعاون باش نسيوض المقصود اكثر. ام المعلم ترونسبور صياغه الجزائر ساعه وربع قلك الله يبارك ما تروح بيين لكن تروح الوسائل تصوض رزيك الو تلقى وسائل مليحه بالعكس تعطينا فوائد بارمي لي زافونتاج ناس الاقتصاد في الطاقات الاقتصاد في الاوقات الى اخره. طيب ولكن الأحكام تتعلق بمقاصدها. الانترنت ذي الوسيلة تجوز
إما يونادي يستخدم الانترنت ذي الحرام، هذه تهدو لي فالور الأخلاق، هذه يخدم الشبهات، أي تواليين يحرم ربي سبحانه غاس دي طلان لان شر اللي سيبير اسي خدنا شومبر نوار واحد سوى انت ابليس نعم مجموعه من الابالسه اخذ من اسامبلي جينيرال هذه يقيم ساعه ساعتين ادياوين افريد جهنم. الانترنت استخدامها بهذا الشكل حرام، ما تشيد الانترنت الحرام لا زعما تقبل الانترنت ثموسني العالم كذا وظلم هذا خميش ذيني الهان لو فيديو كيف ما تخدم طيواني الهان يجوز، ما تخدم الطيوان دير الحرام. نموذج الفائده يصير معنا الخاص يصير معنا غادي نفك نماذج للبدع المقبوله. مثلا تزران باللي المصحف كي توجمعان هذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يجمعيت في هذا المصحف ما تشكى هذه جان في صلى الله عليه وسلم وكذا جديد نتسجد القرآن الكريم ينزل في الناس عن طريق جبريل سفير الأنبياء انت قريتي حفظت الأنبياء حفظت الصحابة ذك ذمارا حفظ في الصدور وكتب في السطور وفي الألواح شويط ذا ولكن تم جمعه. وقصة جمع القرآن طويلة. جمع القرآن الكريم يتوجمع ذي البداية يتوجمع لن تسباث أم بعد يتوجمع لن تسباث وثال الحمد لله تنزيري فاسم النغ مجموع ماشي المعنى يسلو كانوا توكتبار ديال المصحف دغا غادي يروح لا خاطر ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن ثقي وسيلة من وسائل الحفظ مثلا دي الكاسات اثن دي الفيديو اثن دي الفي سي دي اثن دي الدي في دي اثن في قال لك سيدي موان تجي لا حرج والشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان. ها ربي سبحانه وتعالى خلقان يزرى اد يسواسه تكنولوجيا توغندا ثواو يزرى كل شيء علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون فهو صاحب العلم المطلق يزراك ربي ثقالك وجوزنت لا حرج في ذلك. جمع الناس في صلاة التراويح سلام ثوران النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذكرناه إنك ربي فرض لون رمضان كيني وسننت عليكم قيامه السنة 5 تراويح. ولكن سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس المسلمين على صلاة التراويح جماعة ثقول درسة أقل غنزل التراويح جماعة وراء الإمام تاعنا وما شاء الله ذليل نعمة البدعة هذه كما قال عمر بن الخطاب. أخيرا في 5 الأواخر 3 تمشطح نماذج للبدع المنكرة أتصقل مثلا اتخاذ القبور مساجد وقدنا رجال نزحوان ذي الجوامع ورجوزار الظليل تفضل ذي الأحرام في الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا حديث صحيح. ذا كذلك أتصل حديث الموضوع زيارة القبور بطريقة مبتدعة ذا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. حينما كان الناس حديثي عهد بالإسلام الناس زورت المقابر خاطر ما زالوا لو نشد شوية البدع شوية الأصنام وكذا ولكن بعد ذلك فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أو إن راه يزورني الزحوان ماشي باش يدخل البدع أذيوثي شماعين أذيوين ثلاوين الجدفان تكاثن تاي الجذور ثياك بدع منكرة الحديث فإنها تذكركم الآخرة. زور سد في هذا مثل الاخر والسلام الناس واقي الشملاقات فلا يعرفوا ربي وكاد يسوس هذيك الشمع ذاكي والسلام فيك الدعوه الخير الميتين وروح تربح واستفيد تذكر الاخره والسلام. هذا البدع في ضمك كدنا يونواس ولكن راه يزلون ثم لا يفنى بعد يزاخ من الوعده يوثق ما تنسون معليش فقالت تسحر خاطر بعض الناس فهم باللي ما تفلي دور الجزراء وكتزلط نو ذا شو الجزراء وين راه يخدم اللي فوي هذا يخدم اللي فوي ام بعد أدياوية خرفي أتيزلو ذي داخل السلاف ثمنين مثل بوركوا كين يذمن ماكش من اللي فوي دوك خجراكي ألو راه خماكات يوغال أنتيسيسميك يعني وتكاثر زلزلة ثقيد البدعة خدميت مليحة ما كدنا جيني سيفيل ارشيتكتور تسينا أنتيسيسميك ماشي ذي ذمن وخرفي إنما ما كدنا وين رايونا يزيد نغا أخرفي سوف وكابون طوموبيل
ما يزلا يفرح يزلا يزير يواثو خم هذا بروبلام. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولكن باش يزلو سفلو كابو باش يسبع لاكسيدا هذه بدعه وهذه لا تجوز. الله على كل حال بدعه تصيق لانه والوقت لا يسمع باش لا يسمح. ادوله في السته الامام القرافي في كتاب ديون غرفال يثم الصفات ان يكتم سرقتي جديدين تعرض على الشريعه سادين غرفال للشرع ما الا قبل الشرع مرحبا متقبله ريت نتاكين في سته حفظ السنه من حفظ القران. المعنى يس النبي صلى الله عليه وسلم تغدف كان السنه ولكن وات يحفظ السنه ذا ربك يحفظ القران ويحفظ السنه يناد انا نحن نزلنا الذكر معناه الوحي القرآن والسنة وإنا له لحافظون. والعلماء الشاطبي وغيره إن حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة. حفظ السنة في المباني والمعاني حفظ القرآن في المباني والمعاني يعني ما ذي مسلاين نفي أتو حفظا أما ذي المضمون اللي كونتوني كذلك هذه المحفوظ نقطة في السبعة جاروث إند ابن مسعود أسنشفو مليح ستان غران روبير أشو دينا إند الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الله يبارك يختم ذا حدث بولا ذا حدث بول. الاقتصاد في السنة معنى تسليوث السنة تخدم يسري ايكونومي إلا ما تخدم لا ديال كومبلي 100% كشيني 80% وايض 30% تفضل السنة غير من الزمرض أخير هو ولا وايض وخير من الاجتهاد في البدعة. أتفضي ونادي يخدم البدعة يرنا يتفنن فيها يجتهد فيها. والسلام عليكم ورحمة الله.